سلامات وألف سلامات لكل إخواننا بتركيا وبسوريا، وإن شاء الله يا رب تكون آخر الأحزان. الله يأجركم إن شاء الله في مصيبتكم، ويجعلها إن شاء الله ميزان حسناتكم، ويجعلها إن شاء الله يا رب بالدنيا مش بالآخرة كفارة لكل ذنب. Assalamu alaikum, people. We put stuff inside the box to help you. Only the good people and the Muslim. And today we're going to the masjid to put inside the box and go and put the box in the masjid. in the masjid for you. Only the good people, not the bad people. Because Allah always next to you, always. اليوم إن شاء الله رايحين المسجد أنهايم، راح جامعين، هم اوريدي مسوين يعني برنامج جمع تبرعات لإخواننا المكتوبين بتركيا وبسوريا. طبعا جمع تبرعات عينية ومادية، وحتى لهم حساب نزل حساب لهم في البنوك اللي يحب يتبرع. هذا مسجد الأنصار إسلاميك سنتر، هو مدرسة ومسجد بنفس الوقت. مدرسة إسلامية طبعا، منهجها منهج التربية، وزارة التربية الموجودة أمريكا يعني. منطقة أنهايم، ومثل ما انتم شايفين كمية التبرعات مهولة جدا يعني. حتى المسرح اللي داخل، سوري مش المسرح، اللي هو قاعة الاجتماعات عندهم مليانة فل. الناس من كل صوب every day، كل يوم بشكل غير معقول يعني، من دون انقطاع تبرعات عينية، ملابس، وكله جديد يعني، كله بالباكسز يعني جديد، ما في أي شيء مستعمل. الناس جزاها الله ألف خير يعني، الكل تطوع يعني، شباب وشابات كبار صغار، الكل ساهم في إنجاز العمل هذا خلال تقريبا 3 أيام متواصلة. يسكرون المسجد في وقت متأخر بالليل، والحمد لله قدرنا أن يعني ننجز هالعمل هذا المهول. أعداد كبيرة من الشباب يشتغلون مثل ما قلت لكم، وإن شاء الله باكر السبت، احنا اليوم الجمعة، بكرة السبت إن شاء الله راح تنشحن كل هالتبرعات إلى مطار تركيا، وبعدها تتوزع على حدود سوريا للمحتاجين المنكوبين المتضررين من الزلزال. طبعا أنا شاركت أحفادي ورشور يعني، خليتهم يشاركوني هالشغلة، يعني يساعدوني، هو بس مشاركة عشان يعرفون إن إحنا مجتمع مسلم كوميونيتي، لازم الكل يساعد والكل يشارك، سواء في الأعياد أو في مناسبات، أو في حتى الأشياء اللي الله يبعدها عنا إن شاء الله، المناسبات المش كويسة المش زينة يعني يشاركون. خليكم مع الفيديو، شوفوا كمية التبرعات الموجودة. هذول البنات الموجودين داخل راح يفرزون كل الملابس، يعني ملابس النسائية بروح، الملابس الرجالية بروح، ملابس الأطفال بروح، البلانكيت والبطاطين بروح، الأحذية كرمكم الله بروح. فمجهود جبار جدا وشغل يعني متعب. فالبنات قاعد يفرزون الشغلات هذه، والشباب قاعد يغلفون الكراتين يودونها في المخزن عشان تكون جاهزة للشحن في اليوم. فخليكم معانا لآخر الفيديو، ودعواتكم إن شاء الله لكل المصابين بالشفاء العاجل والرحمة إن شاء الله، والمغفرة لكل من حضر نحبه وتولاه الله برحمته. فإن شاء الله الجميع يقدر يساهم بالدعاء لهم، واللي يقدر التبرعات ما يقدر، واللي ما يقدر إن شاء الله كافي الدعاء والإحساس بمساكنهم ومصابهم. عسى الله إن شاء الله يا رب يبعد عنا كل مكروه، ويحفظ العالم كله بأجمعه بكل الجنسيات وكل الديانات. اللهم يا رب نسألك الأمن والأمان، ونشوفكم حبايبي على خير بفيديو جديد.
قريبا بإذن الله تعالى. لكم تحياتي ومع السلامة.